أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ناردكاسة. بيسعدنا اليوم أنه نلتقي مع أحد الأشخاص المثابرين على العمل في مجال العمل الشركسي، وخاصة في ظل تنوع طرح المؤسسات الشركسية وتعدد المبادرات والطروحات وأساليب العمل، والذي بات من الطبيعي أن تتنوع وجهات النظر حول أفضل السبل لخدمة القضية الشركسية. هذا التنوع الذي يراه كثيرون صحيا أفرز في الوقت نفسه حاجة متزايدة للحوار، للتوضيح وللإجابة على تساؤلات مشروعة تدور في أذهان المجتمع الشركسي في الوطن وفي الشتات. في هذه الحلقة نطرح مجموعة من الأسئلة كما وردت من أصحابها حرفيا دون تعديل أو تصرف، بهدف إتاحة الفرصة للضيوف أو للمجتمع الشركسي ككل من توضيح وجهات نظره ورؤياه وشرح المواقف والإجابة بشفافية أمام الرأي العام الشركسي من قبل الضيوف الذين نلتقيهم. في هذه الحلقة يسعدنا أن نلتقي مع الدكتور عرفان صوقار سطاس. دكتور، أهلا وسهلا فيك. أنا ما بدي أعرف عنك لأنه بدي أترك المجال لك، بلاش أحكي إشي ما يكون في موقعه. فإذا سمحت في بداية الحلقة بعد ما نرحب فيك طبعا، وهي المرة الثانية اللي بنلتقي معك، ونأمل كمان بهذا اللقاء إنه نوصل معلومات مفيدة للمجتمع الشركسي. دكتور عرفان، إذا في مجال تعطينا نبذة عن من هو الدكتور عرفان، وخاصة حول نشاطاته وتوجهاته في المجتمع الشركسي. تفضل دكتور. مساء الخير دكتور باسل، شكرا كثير على الاستضافة، ومساء الخير على الجميع اللي عم يحضرونا. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة وعلى هالمقابلة. مين أنا شركسي عايش بكندا، خلقت بسوريا. معي دكتوراه بالايزوتوب هيدروجيوكيمستري، دكتور بجامعة واترلو جامعة جويلف، up to now بجويلف، ومدير مخبر بواترلو بكندا. هذا بالنسبة للشق الوظيفي العملي مثل ما بيقولوا. بالنسبة للشأن الشركسي، طبعا الشأن الشركسي شأن مهم وبيباله للواحد، فأنا مهتم بالشأن الشركسي صار من زمان، وقت اللي كنت بالجامعة أو حتى قبل كمان. more recently بعد الأزمة اللي صارت بسوريا كان في داعي لإنشاء منظمة شركسية عالمية، فأنشأنا السيركيشن ريباتريشن أورجانيزيشن اللي هي CRO المعروفة بالCRO، أو بالعربي منظمة شركسية للعودة. اشتغلنا عليها بال 2013 وتسجلت بال 2014، وكنا عم نشتغل عليه من هذاك الوقت إلى الآن. recently خلال ال3 سنوات الماضيين اشتغلنا على نوع من الائتلاف، أكثر من 3 سنوات حتى، نوع من الائتلاف لجمع المنظمات الشركسية أو المؤسسات الجمعيات الشركسية بالدياسبورا، وأنشأنا شيء اسمه سيركيشن ناشونال أسمبلي اللي تسجل بهولندا سنة 2024، وعملنا الإشهار تبعه هي السنة بال 2025. وأنا عضو بمجلس إدارة CNA. هذا بالمختصر. أنا عم بحكي بالعربي، ما بعرف إذا اللقاء كله بيكون بالعربي، بتحب أحكي شركسي؟ ما سألت والله قبل اللقاء، فاعذرني. لا بالعربي، لأنه المشاهدين قناة نارت بالعربي اللغة الرسمية اللي عم نحكي فيها. فمشان هيك يعني هلا احنا حاليا الطرح الآخر
إذا في مجال تحكي لنا عن نشأة المنظمة الشركسية القومية، ولا شو ممكن نسميها بالعربي؟ CNA يمكن بالمختصر تبعها. CNA بإمكانك تقول المجلس الوطني الشركسي، يمكن المجلس الوطني الشركسي. شوي صعب لما بتترجم من لغة للغة بس. طيب هلا بالنسبة للمجلس الوطني الشركسي، واللي هو اللي الناس بهذا اللقاء مهتمين انهم يتعرفوا عليه اكثر، يا ريت تحكي لنا عنه. ما هو هذا المجلس؟ كيف تأسس؟ لماذا تأسس؟ وما هي طموحاته؟ ما هي رسالته؟ ما هي أهدافه؟ تفضل دكتور. مثل ما حكيت، يعني احيانا الواحد بيمر عبر صعوبات لحتى يكتشف انه الوضع اللي هو فيه اصعب مما يعتقد لسه. والحرب اللي صارت بسوريا اثبتت انه اغلب الجمعيات اللي موجوده عباره عن جمعيات خيريه موجوده بدول وبتشتغل بشكل لوكالايزد، يعني بشكل محلي، بمدنها بدولها الى اخره. واثبت انه الترابط بيناتهم ما له كثير قوي، وهذا اللي دفعنا انه لازم يكون في شيء اكبر يربط الجمعيات لحتى تعرف بعض، تشتغل مع بعض. فتم انشاء الCRO، والCRO طبعا الهدف الرئيسي تبعه هدف شركسي بشكل عام، لكن انخرط بالشأن السوري بسبب انه هذا اللي كان الناس اللي عايشين بسوريا هن اللي كانوا، او اللي طلعوا برات سوريا رجعوا على القفقاز او راحوا على مدن دول اخرى، كانوا بحاجه ماسه للمساعده. طبعا احنا الهدف تبعنا دائما كان موضوع العوده ومساعده العائدين لبناء جذور الى اخره من هذا الحكي. فهي كانت نقطه البدايه. بس خلال المسيره تبع الCRO عملنا اكثر من مؤتمر دولي، دعينا فيه العديد من الجمعيات من دول مختلفه ليندرس الوضع الشركسي. ولما بقول الوضع الشركسي هو طرح الصعوبات اللي بيمر فيها المجتمع الشركسي في الداخل وفي الخارج، وبتوقع انه الصعوبات اللي بالخارج اكثر من الداخل بسبب الاندماج مع الدول اللي عايشين فيها الشراكس. الاندماج شيء جيد، لكن لما بتبلش تضيع اللغة تبعك، لما بتبلش تضيع الثقافة تبعك الشابسة تبعك وارتباطك بالشك، بيصير في عمليا ضياع يعني. والجالية اللي عاشت إلى الآن 160 سنة وما فوق، يعني شوي شوي عم تنحل وراح تنتهي يعني. ففي صعوبات عم نعيشها احنا بالخارج. كمان موضوع العودة دائما موجود. موضوع آخر بينذكر كثير هو الارتباط مع الشك، العمل المشترك. فهي صعوبات كلياتها انطرحت بالمؤتمرات اللي الCRO دعا إليها، وانعقدت مرتين بنورنبرغ بألمانيا، الأول والثاني، الثالث تم في اسطنبول، وقبله كمان كان في سيمبوزيوم. فصار في 4 لقاءات، وهدول اللقاءات تمخضوا بأفكار. واحدة من الأفكار أنه لازم يكون في عنا ائتلاف يشمل الجمعيات المختلفة اللي موجودة بدول العالم بشكل رسمي. احنا كان في عنا بالCRO دعوة لائتلاف لمساعدة الطلاب يرجعوا على القفقاز، وكان الائتلاف ناجح بشكل كثير كبير، وشارك فيه دول مختلفة، أو ما بدي أقول دول، جمعيات من دول مختلفة. وطبعا كان الائتلاف ائتلاف فيرتشوال، ما كان مسجل يعني. فمن هنيك تشكلت لجنة لدراسة إمكانية يتشكل عنا نوع من الائتلاف، مجلس وطني، Circassian National Assembly. والCRO كان أحد هذه الأطراف اللي شاركت ببناء هذا المجلس اللي تم الإعلان عنه هاي السنة يعني.
دكتور، طبعا السؤال اللي بيتبادر للذهن طوالي يعني بشكل اساسي، ويعني معظم الناس كانوا عم بيحكوا عنه. يعني في حاليا في مؤسسات كثيره انبثقت خلال ال20 سنه الماضيه، لدرجه انه المتابعين للشأن الشركسي صاروا يخربطوا او بطلوا يعرفوا. يعني مثلا احنا عندنا بالاردن في عندنا 13 مؤسسه، بسوريا كان في الجمعيات الشركسيه، وحاليا في جهه كمان جديده اللي هي القبائل الشركسيه، مجلس القبائل الشركسيه. باوروبا صار في اعداد كبيره، بتركيا يعني بعتقد انه من الصعب انك تحصر الجمعيات والمؤسسات اللي تعنى بالشأن الشركسي، ناهيك عن المبادرات اللي مش مسجله. بالوطن الام بالخوك كمان في عندنا مؤسسات كثيره. ففعليا صار في تشويش بهاي المؤسسات، شو الفرق بيناتها، هذه شو اهدافها، شو يعني هدول وهدول ليش ما عم بيتجمعوا مع بعض، ليش في اطراف بتختلف عن الثانيه. هلا في بالساحه الدوليه خلينا نحكي محاولات لتجميع، يعني صار في محاولات لتجميع هاي الجمعيات مشان يكون في عندنا وجهات نظر دوليه، يعني الناس يحكوا بشكل دولي اكثر مما البيئه الجغرافيه المحليه. وقد تكون فكره الجمعيه الشركسيه العالميه هي من اوائل هاي الافكار، بالتسعينيات القرن الماضي تاسست، وعند تاسيسها يبدو انه توجهت للجمعيات الكبيره وعملوا نوع من الاتفاق او الائتلاف، وهم بيلتقوا كل سنه يمكن مره. في المقابل كان في مجموعه ثانيه شافوا انه توجهات الجمعيه الشركسيه العالميه لا تتناسب مع توجهاتهم، شافوا انه توجهات الجمعيه الشركسيه العالميه مرتبطه بسياسات روسيا بشكل اساسي يعني. وصار هم حابين انه يكون في توجه مختلف كليا، بدهم يعني هم شافوا انه تسييس القضيه الشركسيه واللجوء للامم المتحده، اللجوء للدول المختلفه اللي قد تنتبه او تساعد في وضع القضيه الشركسيه في على الخارطه، على خارطه العمل السياسي، ما بين توجه شرقي وتوجه غربي. وهدول عندهم تكتلات انترناشونال دوليه. حاليا احنا عم بنشوف انه في توجه جديد، ما يعني انا شخصيا ما بعرف هل هذا التوجه قريب لاحد الجهات او محسوب على احد الجهات، او هو توجه عم بطرح نفسه بطريقه مختلفه، بطريقه مكمله للي موجود، او هو الطرح الذي يحمل العصا من المنتصف. ما رايك دكتور؟ في مثل عربي بيقول ما حكى جلدك مثل ضفرك. والتوجه تبع السي ار او كان، والتوجه تبع السي ان اي كمان حاليا هو الاعتماد على الشراكس، يعني ما يكون محسوب على اي طرف. هلا احنا ما بامكاننا نقول انه هذا الطرف صح مثل ما عم تحكي، يعني صار في تشويش، بس ما بامكاننا نقول ليش الجمعيات كلياتها موجوده. يعني لازم يكون في نوع من التقبل للتعدديه. التعدديه ما لها سيئه، التعدديه شيء جيد. يعني في جمعيات احتمال الاهتمام تبع الاديوكيشن، في جمعيات، في عندنا مثال مثلا سيركيشن اديوكيشن فاونديشن اللي موجود بنيوجيرسي، احتفلوا بال20 سنه تبعهم السنه الماضيه، والاهتمام تبعهم is very focused على التعليم، والتعليم داخل امريكا فقط. يعني في جمعيات الاهتمام تبع اللغه، في بزكاسه بنالتشيك، في بزكاسه كمان بتركيا، فالفوكس تبعهم عباره عن اللغه فقط. يعني في جمعيات بتعتمد على الاعمال الخيريه مثلا. ف التعدديه ما له اشكاليه. الاشكاليه لما ما بيكون في حوار وبيكون في هجوم من قبل البعض على الاخر. الاشكاليه عم تكون لما بيكون في انحياز لسياسات الدول اللي انت عايش فيها، بدل ما يكون الانحياز بشكل رئيسي يكون للشأن الشركسي.
هلا احنا ما فينا نقول انه الدول ليش بعض الجمعيات مقيده بسبب المكان اللي هي عايشه فيه، هذا شيء طبيعي وبدك تراعيه يعني. فما بامكاني انا هاجم جمعيه بالاردن لانه سياستها مثلا تتوافق مع الحكومه الاردنيه، طبعا بدها تكون متوافقه، هذا شيء طبيعي يعني. نفس الشيء باي دوله، يعني الخطاب تبعهم لازم يكون متوافق بشكل قانوني مع الدوله اللي هي فيها. فالإشكالية بالتعددية الشيء الوحيد السلبي اللي أنا بشوفه لما بيكون فيه هجوم من البعض على الآخر، عدا عن ذلك التعددية شيء جيد. لما بدي اجي على سؤالك مشان السي ان اي وتوجهها، السي ان اي توجهها شركسي تماما بدون الاعتماد على اي مصادر من اي دوله سواء كانت غربيه او شرقيه، لانه متى ما اعتمدت بالفندنج تبعك على وحده من هدول الدول معناتها بتصير محسوب عليهم، معناتها بدك تشتغل بوجهه نظرهم هن، برؤيتهم هن، مو بالرؤيه اللي الشركسيه او الرؤيه التي تحمل الفائده الشركسيه. فالسي ان اي عباره عن ائتلاف تعاوني بين جمعيات عندها رؤى مشتركه. طبعا المشاركين اكيد ما عندهم رؤى متطابقه، ولكن في بعض النقاط المشتركه بالشان الشركسي اللي الجميع يتشارك فيها، ففيها نوع من التناغم، فيها تشتغل عليه وتحسن تقدم شيء للمجتمع الشركسي اللي موجود بالدياسبورا واحتمال اللي موجود بالكيكو ايضا يعني. دكتور، يعني اتطرقت انه المجموعه اللي تشكلت مجموعه من الجمعيات، وصار لكم 3 سنين او اكثر من 3 سنين وانتم على تواصل مع بعض، فلا بد من انه يعني صار في نوع من التناغم او التجانس في هاي الجمعيات اللي دخلت ضمن الائتلاف، وخاصه حول القضايا الحساسه، يعني فيما يخص مساله العوده الى الوطن، فيما يخص المواقف من الجمعيه الشركسيه العالميه او من المجموعات اللي عم تتحرك بالساحه الدوليه، ويعني عم تعمل لقاءات في دول مختلفه بداخل الاتحاد الاوروبي او اللي بتراجع الامم المتحده، وحتى كمان من الموضوع الاباده الشركسيه اللي تعرضوا لها الشركس بال 1864 وما حولها. فهل هناك تجانس بهاي المواقف بين هاي الجمعيات والمؤسسات؟ وهل هناك مواقف واضحه من هذه الامور؟ بالتاكيد في تناغم وفي تجانس. اذا ما في تناغم والتجانس ما كانوا اللي شاركوا بالائتلاف يعني. في توافق باغلب النقاط اللي ذكرتها. الفروقات بين الجمعيات المختلفه هي بالاولويات، هي بطريقه التعامل مع الشأن. ففي احتمال اساليب مختلفه، طرق مختلفه بالتفكير، لكن بالنهايه في توافق بالنقاط يعني. الكل مثلا بيآمن بأهمية الحفاظ على اللغة وعلى التراث الشركسي. الكل بيآمن أنه في حق عودة لازم ينحكى عنه ولازم ينشغل عليه. الكل متفق على فكرة الأوتريتش، الترابط فيما بين الشراكس الموجودين بالدياسبورا والشراكس كمان بيناتهم يعني، وهن والشراكس الموجودين بالشك. الترابط جدا مهم. وكمان طرح القضية الشركسية، تعريفها للآخرين، للدول اللي ساكنين فيها الشراكس، شيء مهم يعني لحتى يعرفوا مين أنت، من وين جاي، الثقافة تبعك، تاريخك. فالاوتريتش والريز اوف اويرنس از اكستريملي امبورتنت. وهدول الامور كلياتها في اتفاق عليها، بتوقع مو بس من اللي مشاركين بالسي ان اي، لكن اغلب الجمعيات ما بتوقع يعني يكون في عندها اختلاف بهي النقاط المشتركه.
قد لا تعمل على هذه النقاط، يعني مو بالضروره انه الجمعيه تكون عم تشتغل او اكتف باحدى هذه النقاط، لكن اذا سالتهم عن رايهم they are supportive. يعني هذا اللي حاولنا نشتغل عليه، هو النقاط المشتركه اللي ما في عليها خلاف يعني. دكتور، طيب احنا حكينا انه ممكن يكون في قطبين، قطب شرقي قطب غربي، فهل انتم على تواصل معهم للاطراف على اساس انه ممكن يكون في تعاون، وهل في تجاوب، هل في تنسيق بيناتكم؟ هلا التنسيق موجود بس مع اللي موجودين بالسي ان اي، وطبعا وي دو يعني عم نحاول نتواصل مع جمعيات اكثر ومؤسسات اكثر لحتى تشارك بالسي ان اي وتكون جزء منه يعني. طبعا بنتمنى من الجمعيات اللي موجوده بسوريا بالاردن يكونوا جزء من هذا الائتلاف، لانه اي شيء بدنا نساويه واي شيء بدنا نقدم فيه، كل ما كان عدد المشاركين فيه اكثر، كل ما كان فيه فكر اكثر، كل ما كان فيه قوه اكثر، كل ما كان فيه ورك فورس عندك اعلى، الامباكت اكبر. ف احنا عم نحاول. طبعا اذا كان سؤالك عم يعني الدوناسو ريكاسا، بما انه عم تحكي على الاقطاب، احنا خلال المؤتمرات اللي عملتهم السي ار او دعينا الدوناسو ريكاسا لكل مؤتمر عملناه، للاسف ما حضروا. السي ار او كسي ار او يعني، وسي ان اي نفس الشيء كمان. بحياتنا ما عرضنا حالنا كطرف بديل للدوناسو ريكاسا، بالعكس تماما. وجود الدوناسو ريكاسا جدا مهم، فكرة إنشائه كانت مهمة، ووجوده مهم على أرض الواقع. اختلافاتنا معهم كانت دائما مو بالعمل الجيد وإنما بالتقصير. يعني إحنا كسي ار او مشكلتنا، او هو ما له مشكله، لكن انتقادنا للدوناسو ريكاسا كان بموضوعين، اللي هو الكوميونيكيشن معهم ما له متاح ومفتوح بشكل كامل مثل ما التعيناهم وما اجوا. ومع ذلك انا بشكل شخصي كمان يعني عن طريق السي ار او التقيت بحوتي اكثر من مره، للاسف ما توصلنا لتفاهم وتعاون. بس احنا اللي دائما كنا عم نمد ايدنا وعم نحاول يكون في تعاون. التقصير هو نقطة الخلاف. لما عم بقول تقصير، الجهة الرئيسية اللي عم تتعامل مع الحكومة الروسية ومعترف فيها هي دوناسو ريكاسا، فدائما بتتأمل انه الاجندة تبعهم تكون اقوى بطرح المشاكل الشركسيه وكيفيه حلها. وما نراه انه في شغل كثير بامكان الدوناسو ريكاسا تساويه، لكن عم تتقاعس عنه وما عم تحط فل ايفورت فيه. فهل نحن على تواصل؟ هل نحن موجودين لنتفاهم، لنتواصل، لنحكي؟ نعم، طرفنا اليد ممدودة والإمكانية دائما متاحة يعني. دكتور، يعني لا شك بأنه القطبين الشرقي والغربي في فجوة بيناتهم. يعني أنت عم تطرح أنه جهة عندك استعداد أنك تتعاون مع كافة الأطراف زي ما أنا فهمت، ولكن يعني ما بدي اقول مع كافه الاطراف. خليني كمان اكون صريح. احنا عندنا اشكاليه مع الطرف الغربي او المسيس غربيا، والاشكاليه معه انه برايي انا انه الحوار بالدرجه الاولى لازم يكون مع روسيا. الحوار ما لازم يكون مع دول الغرب، ولا الحوار لازم يكون بالوكاله.
الاعتماد على الغرب لحل المشكلة الشركسية غير ناجع برأيي. فلذلك الاسلوب بطرح حل المشكله الشركسيه في بيناتنا او بين السي ار او او السي ان اي، الاسلوب والتوجه مختلف عن المعتمدين على الدول الغربيه لحل هذا الاشكاليه القضيه. نعم. طيب، يعني هل ستكون المنظمات قادرة على أنها تساعد يعني الجمعية الشركسية العالمية في برامجها يعني اللي هي مقصرة فيها؟ هل لديكم الإمكانيات اللي تقدروا أنه هالتقصير هذا اللي عم بيصير أنه تساهموا بحله؟ لأنه يعني شئنا ما بين الجمعية الشركسية العالمية عندها أجهزة الدولة هناك، يعني جمهورية القبرديه بتدعم، يعني بتحكي على ضيافة مؤتمرات، سفر، روحة جاية. فإحنا بنيجي على الموضوع المادي اللي دائما إحنا راح يكون عائق. هل المجلس القومي الشركسي عنده القدرة والإمكانيات على عقد مؤتمرات وندوات وتواصل مع الجهات؟ لأنه لما نطلع على البرنامج تبعكم فعليا هو برنامج طموح وكبير، فهل هو واقعي؟ هل عندكم إمكانيات لتطبيقه؟ تفضل دكتور. الحمد لله، أنا بتوقع أغلب الجمعيات المشاركة إلى تاريخها، والسي ار او كمان له تاريخه، والفندنج دائما عم يكون من الافراد. و مثل ما حكيت عملنا 3 مؤتمرات وهذا كسي ار او، بس الجمعيات كلياتها عم تعمل مؤتمرات واجتماعات وبتروح وبتجي. يعني الفندنج اوف كورس ليميتد، بس حديثك عن الفندنج رح يخليني احكي. احنا عم نحكي على مستوى تنظيم مؤتمر والتكلفه تبعيته، مما يدل على انه الجمعيات كلياتها والمنظمات كلياتها الفندنج تبعها از ليميتد. يعني الفندنج تبعها عم يجي من الاعضاء وفندنج قليل. هذا اكبر دليل عن انه الاغلب هدول الجمعيات ما لا عباره عن بوق، او عباره عن جمعيات ومنظمات تابعه لدول غربيه والى اجنداتها الى اخره، وانه هي عم تحط من جيبتها لحتى تدعم وتحاول تحل المشاكل الشركسيه بايدها. وهذا مشان الواحد يحافظ على استقلاليه القرار، وعلى يحاول يكون الفائده تكون 100% تقريبا شركسيه، ولا تخدم اجندات دول اخرى. يعني دكتور، هلا انتم لا شك بانه خلال ال3 سنين اللي قضيتوها وانتم عم تبنوا المجلس، لا شك بانه صار في عندكم نوع من النظام او الدستور اللي تقدروا تحولوه لشيء مكتوب. انا شفت طبعا اللي انتم كتبتوه. هل هذا سيعمم، سينشر، سيسوق له هلا هو موجود على الويب سايت تبعنا بعده لغات. وقبل المؤتمر اللي صار طبعا انبعثت رسائل دعوه لكل الجمعيات، وانبعث الدستور او البايلا تبع الكونستيتيوشن تبع السي ان اي، انبعث باللغه المناسبه، سواء بالانجليزي، بالشركسي، بالتركي، حتى بالالماني، لحتى العالم تعرف الائتلاف اللي عم تفوت فيه، شو طريقه تفكيره، شو اهدافه، شو ابعاد شغله الى اخره. فوق هيك احنا يعني طبعا ما صار زمان مبلشين، الاستابلشمنت صار بشهر 10، يعني صار له شهرين تقريبا. تواصلنا مع رؤساء
الجمهوريات الثلاثه اللي موجوده بالقفقاز للتعريف عن الCNA واهدافها وتطلعاتها الى اخره. لانه براينا الهدف الاساسي اللي هو انت هلا حكيت عنه، اللي هو الاعلان وتعريف الناس عن الCNA والاوتريتش لحتى نبني المزيد من الائتلافات والتحالفات ويكونوا جزء من اي برنامج CNA راح تمشي فيه. دكتور، انا بدي اتطرق لسؤال هلا منظمه العوده. يعني حضرتكم طرحتوا موضوع العوده من سنوات، يعني من بضعه سنوات، يعني من كم من سنه. فهل نجحتم في هذا الموضوع؟ هل تحقق لكم شيء، او هل في اشخاص فعليا عادوا بفضل الجهود اللي انتم بذلتوها؟ كيف ساعدتوهم للاشخاص هذول؟ وما هي الخطط؟ لانه في احد الاشخاص على جروب نارت سأل اكثر من مره انه انا كيف بدكم تساعدوني ارجع. فما هي البرامج او ما هي الطرق او ما هي السبل اللي انتم ممكن تساعدوا فيها اللي حابين يرجعوا على القفقاز؟ تفضل. هلا جوابا على سؤالك، نعم ولا. شلون نعم وشلون لا؟ خليني اعطي الجواب الايجابي بالاول. نعم، ساعدنا ناس وكنا فعالين من خلال البرامج التاليه. ساعدنا ناس كثير عبر برنامج اسمه سمول بزنس سبورت من العائدين اللي رجعوا لهنيك لحتى يبلشوا بزنس. فكنا نعطي قروض وما زلنا لحتى هي السنه كمان دعمنا 6 برامج. الهدف منا انه نعطي سيد ماني ليبلشوا مشروع ويعتمدوا على حالهم ويحسنوا يشتغلوا. الهدف من هذا البرنامج كان دائما مساعدة العائدين، بدل ما يكونوا معتمدين على المساعدات، انه تساعدهم يساووا شيء ويبلشوا حياتهم ويبنوا حياتهم من اول وجديد بالقفقاز. برامج ثانيه في كثير ناس من اللي بده يرجع بس ما عنده الامكانيه يرجع. ساعدنا ناس بشراء تذاكر، ساعدنا ناس بدفع ايجار بيت. الائتلاف الناجح اللي قلت لك عنه بلشنا قبل 4 سنين وما زلنا مستمرين فيه، هو مساعده بعض الطلاب للعوده الى القفقاز للدراسه. ففي برامج كثير بتعتمد على العوده. الCRO كان ناجح فيها تماما وعمل كل اللي بيطلع بايده. الجواب السلبي اللي بدي اعطيك اياه تبع لم ننجح، ما نجحنا بانه نحسن نستحصل على طريقه سهله لعوده اللي حابب يرجع على القفقاز. وانت قلت انه في حدا كاتب على النارت تي في هذا السؤال، وبيجينا هذا السؤال كثير على طول، انه انا من شركسي موجود بالاردن او بسوريا، ساعدوني ارجع. للاسف المساعدات تبعيتنا كلياتها الى الان كانت ماديه، لكن from an administration point of view يعني وراء الى اخره ما حسنا نستحصل مع الحكومه الروسيه، ما حسنا نصل الى حل. وهذا هو اكبر موضوع احنا كنا بنتمنى انه يكون في تعاون مع الدوناتور ريكاسا، لانه هن باعتقادي قادرين اكثر منا احنا على انه يدفشوا هذا الموضوع، وللاسف ما صار تعاون بهذا الشيء. هذا واحد من الشغلات اللي دفعنا احنا لCNA. اذا كان وما زال يعني مطروح الفكره، اذا كان الدوناتور ريكاسا بيقبل وقادر على انه يتشارك معنا بطرح هذه الفكره على الحكومه الروسيه لايجاد حل لموضوعي العوده وحق العوده، يعني بيكون شيء جيد. واذا كان هذا الموضوع التعاون غير ممكن، ف احد الاهداف اللي عند الCNA انه هو يبادر بهذا الموضوع. كCRO احنا بادرنا لم ننجح.
لكن السي ان اي يفترض انه ائتلاف اكبر بكثير من السي ار او، السي ار او جزء منه، ونتامل انه يكون قادر على انه يصل على تفاهم معين، على بدايه حوار مع الحكومه الروسيه للنظر بموضوع العوده يعني. دكتور، أنا طبعا من البداية طرحت عليك أنه الحلقة هاي بالذات في 14 شخص قعدنا مع بعض وحطينا مجموعة من الأسئلة. أحد الأشخاص عمل الهوم ويرك تبعه بشكل يعني مفصل، فاطلع على النظام الداخلي تبعكم أو الدستور اللي عملتوه، وحط إشارات على بعض النقاط، فأنا حابب أطرحها عليك، ومشان إذا في مجال إن نجاوب أو نوضح الاستفسارات اللي طرحها علينا. المادة في المادة كاف، العمل ضد جميع أنواع القرارات والممارسات التي تتخذها روسيا والتي تتعارض مع حقوق الإنسان والحرية والمبادئ الديمقراطية وتهدد وجود ومستقبل الشعب الشركسي. هو سؤاله إنه كيف العمل ضد جميع أنواع، ما هو أسلوب العمل ضد هذه القرارات؟ اسلوب العمل عبر النقد والحوار. يعني انت اذا بتتذكر خلال السنتين الماضيين كان في اكثر من قرار بيمس تدريس اللغه الشركسيه بالمدارس وتقليل عدد ساعات التدريس. هذا برايي يتعارض مع الدستور الروسي نفسه. فهذا واحد من الشغلات اللي احنا انتقدنا فيه الحكومه الروسيه. كنا بنتامل مثلا انه يكون انتقادات اكبر. حصل انتقادات من جمعيات ومن اشخاص اعتباريين موجودين بالقفقاز ايضا. الانتقاد لحاله غير كافي، لازم يكون في حوار، لازم يكون في دعوه للحوار، لازم يكون في ملاحقه، وهذا واحد من الشغلات اللي دوناس ريكاسا يفترض يكون فاعل فيه. وبنتامل انه يكون رده فعلهم على هيك قرارات اقوى من هيك. وسي ان اي اكيد من منظوره اي شيء يتعارض مع الحفاظ على اللغه الشركسيه، الحفاظ على التراث، على الحفاظ على شو اسمه شيء بدها تحكي فيه، بدها تنتقده، بدها تحاول تفتح حوار لتصحيح اي قرار بيطلع لا يتماشى مع تطلعات الشعب الشركسي، وبكثير من الاحيان لا يتماشى حتى مع الدستور الروسي نفسه. يعني الدستور الروسي بشكله النظري فيه شغلات جدا جيده، ما بدي اقول للشراكه سبيسيفيكلي، بس روسيا البني ادم بده يفكر فيها انه فيها شو اسمه كتار ملل واجناس مختلفه، والدستور معمول للحفاظ على هدول الشغلات. طبعا تطلع قرارات إدارية مخالفة للدستور نفسه، الواحد لازم يفندها، لازم يدافع عن حقوقه. إذا ما دافع عنها بيخسر الحقوق اللي عنده إياها. دكتور، البند لام كالتالي بيحكي عندكم: حماية الشركسة الذين يعيشون في البلدان خارج روسيا من الانقراض والاندماج القسري، ومقاومة جميع القرارات والممارسات التي تهدد وجودهم الثقافي. فبيسأل إنه كيف بدها تكون هاي الحماية، وخاصة كلمة مقاومة جميع القرارات والممارسات، كيف بدها تكون المقاومة؟ هلا المقاومة باللغة العربية لما بتقول مقاومة الواحد تفكيره دغري بيروح على شو بتقولوا مقاومة عسكرية. طبعا المقاومة ما المقصود فيها هيك، يعني لا مقاومة مسلحة، مو هذا المقصود فيه. لكن يجب العمل على انه بكافة السبل على انه نحاول نأجل موضوع الضياع.
ومع ذلك انا بشكل شخصي يعني بدي اقول للاسف يعني هذا ما له نظره واقعيه اكثر منها تشاؤميه. احنا في طريقنا للانقراض يعني في الخارج. طبعا بنقاوم حتى نطول الفتره، لحتى بلكي عل وعسى نلاقي طريقه. يعني واحد من الطرق اللي فادت المجتمع الشركسي انا برايي هو التكنولوجيا، اللي هي السوشيال ميديا والتكنولوجي غيره، اللي عمل نوع من الترابط. التكنولوجيا اللي اتاحت لنا انه مثلا تحسن تتعلم اللغه وانت قاعد بالبيت، في فيديوهات الى يعني في شغلات كثير صارت متاحه ما كانت متاحه من قبل، وهذا احتمال عمل سلو داون او عطى مجال لناس مهتمه انه تتعلم. فبنحاول نقاوم قد ما بيطلع بايدنا باي دوله من الدول. انتم بالاردن محظوظين انه مثلا مسموح لكم كانوا تفتحوا مدرسه الامير حمزه. بسوريا العالم ما كانت محظوظه، بتركيا ما كانت محظوظه، التدريس باللغه الشركسيه غير مسموح به لا بسوريا لا بتركيا كان. هلا بتوقع صار في امكانيه اكثر. يعني في اساليب مختلفه للواحد يحاول، وان كان مثل ما اقول بالنظره الواقعيه افضل طريقه للحفاظ هو التواصل مع الكب، هو العوده طبعا هو افضل طريقه حتى الواحد يحافظ على لغته وثقافته ووجوده يعني. برضو النقطة نون إنشاء قنوات اتصال مع جميع الدول بما في ذلك روسيا والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليو ان بي او والاي سي ار اي وغيرها للحصول على حق تقرير المصير للشعب الشركسي وتحويل القضية الوطنية الشركسية إلى قضية حقوق إنسان عالمية، والقيام بأنشطة تحظى بدعم المؤسسات والمنظمات الدولية. في نقطتين هون. النقطة الأولى انه حق تقرير المصير للشعب الشركسي يعني روسيا معترفه فيه، لانه بالنهايه هذا موضوع له علاقه بالامم المتحده. النقطه الثانيه اللي هي اليس هذه المطالب اللي عم بيطالبوا فيها اللي سميناهم الجبهه الغربيه؟ لا اعتقد نفس الشيء. يعني في اسلوب بالتعاطي وفي طريقه تفكير. انا باعتقادي طريقه التفكير اللي السي ان اي معتمد عليها ومن قبل السي ار او كمان هو الحوار، واهميه الحوار مع روسيا قبل الحوار مع اي دوله ثانيه. يعني الحوار مع باقي الدول ليس للاستقواء على روسيا ولا شو بيقولوا عليه، انا اسف بس عم ضيع. ما في مشكله. يعني يعني لا عمليه استقواء ولا عمليه مش مواجهه، يعني مش عمليه مواجهه، عمليه مواجهه عسكريه او غير عسكريه مع روسيا. طريقه التفكير تبع السي ان اي هي عباره عن الحوار العقلاني اللي بيعتمد على الحقوق، من حقوق الانسان يعني حتى بدون ما تفوت بالسياسه. طبعا اي موضوع الواحد بده يحكي فيه حتى بالدين هو سياسه يعني بالنهايه، لكن حتى قبل ما تفوت باي شيء سياسي احنا في عندنا مشكله انسانيه، مشكله انسانيه كبيره. شعب تهجر من بلده قبل أكثر من 160 سنة، صار قابع بأكثر من 50 دولة، فقد أكثر من 50% من البوبوليشن تبعه خلال حرب دامت 100 وسنة، وبعد منها صار في عملية تهجير ل 95% من اللي بقيان مات نصهم انروت يعني قبل ما يوصل محل ما بده ينزل، ومحل ما نزل واحد مبلش من الصفر بسبب الامراض الى اخره. يعني ما كان الوضع سهل للشراكس. ففي عندنا مساله انسانيه كثير كبيره يجب حلها، يجب النظر فيها. تعريف الناس، تعريف الدول شيء مهم، يعني سواء بالاردن ولا بامريكا ولا وين ما كان، تعريف الناس القضيه الشركسيه براينا شيء مهم. لكن
نطلب من الملك عبد الله انه يجهز جيش ليحرر القفقاز، او نطلب من الرئيس الامريكي يساعد الشراكس لتحرير القفقاز، شيء غير منطقي وغير مقبول ولن يتم، وهذا ما له حل يعني، ما له عقلاني. فهي النقاط اللي فيه نوعا من الفكره نفسها فيها توافق، لكن الاسلوب متغير تماما وغير متفق عليه يعني. يعني قد تكون الاهداف واحده بس الاسلوب يختلف، يعني اسلوب الطرح يختلف تماما بين الحوار مع روسيا وبين الاستقواء بالخارج للوي ذراع روسيا، وكأنه هذا الامر سيتم يعني. البني ادم لازم يعرف شو اللي بيصير وشو اللي ما بيصير، واحنا عايشين بالدول الغربيه ونعلم تماما انه ما في حدا بيقدم لك شيء بدون مقابل. معناتها اذا بمقابل معناتها اي مساعده هذا ان وجدت راح تكون مو لصالحك اصلا يعني، فانت راح تستعمل كمطيه بيد الغير يعني. واللي ما عم يشوف الواقع اللي حوالينا خلال هذه السنوات معناتها ما عم يفهم شلون الدنيا عم تندار. القضيه الفلسطينيه عمرها اكثر من 70 سنه، قرارات الامم المتحده التي صدرت عن الامم المتحده لا تعد ولا تحصى، والقضيه الفلسطينيه ما وصلت لمكان اذا ما رجعت لورا ما قدمت لقدام شبر يعني. ف يعني الامثله اللي برا كثير. فالبني ادم لازم يكون واقعي، لازم يكون فاهم مين القادر على انه يساعده ومين اللي قادر على انه يستغله لنقطه احتمال ما يصل منها لاي شيء غير انه يجيب على حاله المزيد من العداء او انهاء الموضوع الشركسي والشراكس بدون رجعه يعني. دكتور، هل انتم لما اسستوا المجلس هل انتم عم تطلعوا عليه كممثل للشركس في العالم اللي الموجود في اوروبا؟ هل انتم ممثلين على المجتمع الشركسي؟ هل تطرحون انفسكم كممثل للمجتمع؟ ام انتم عباره عن مؤسسه تقوم بخدمات في مجالات محدده؟ لا، احنا ما فينا نطرح حالنا كممثل للشعب الشركسي. ما طرحنا حالنا لا كسي ار او ولا كسي ان اي. احنا عم نمثل الجمعيات المشتركه بالسي ان اي، وكل من يتوافق معنا از سبورتيف يعني. مو شرط يكونوا اعضاء، لكن في ناس كثير بتكون انا ماني عضو but I am supportive of your idea يعني. فمنمثل الجزء اللي بيتناغم بافكاره مع السي ان اي ومبادئها واسلوبها بالشغل يعني. طب هل انتم وصلتوا لمرحله مقتنعين في التركيبه تبعت المجلس من حيث التوزيع على المناطق والجهات؟ يعني احنا بنعرف انه في عندكم، او صححني اذا حافظ الموضوع بطريقه صح او لا، في عندكم 4 من تركيا، 2 من اوروبا، ومن بقيه الدول واحد يمكن، صح؟ ومن القفقاز من الكوكب ما في حدا يعني. لا صحيح؟ ما في حدا. نعم ما في حدا من القفقاز، بس هذا لا يعني انه ما بامكانه يكون في حدا من القفقاز، اذا لانه هو هذا فكره الانشاء كانت للدياسبورا at some point يعني. ما له قرآن منزل، هذا بامكانه اضافه اعضاء من الكوك يعني بالمستقبل. هذا الموضوع تناقشنا فيه وما في اي شيء يمنع من هذا الشيء يعني، من انه نزيد او ينضاف عدد. وهذا اللي عم نحكي فيه او اللي حكيت فيه هو عباره عن مجلس الاداره. هذا تركيبه مجلس الاداره، لكن الاسمبلي الجنرال اسمبلي فيه اكثر من هيك. الجنرال اسمبلي لانه بيتشكل من كافه المؤسسات المشاركه. فمثلا من تركيا في 4 اشخاص بالمجلس، لكن في اكثر من 25 جمعيه مشتركه من تركيا، مو كلهم موجودين بالمجلس. من بين المشاركين اللي موجودين
بالجنرال اسمبلي بامكانهم يختاروا 4 اشخاص فقط يكونوا بالاداره، بس المجلس نفسه بيعتمد عدد الاشخاص على عدد المنتسبين للجمعيه. فاذا كان عدد المنتسبين فوق ال 300 شخص مثلا، بامكانه يكون في عنده 5 اعضاء بالمجلس، اللي هو مثل بامكانك تعتبره مثل البرلمان، يعني جنرال اسمبلي. فاحتمال تركيا بجمعياتها يكون في عندهم اكثر من 100 ممثل موجودين بالجنرال اسمبلي، ومن هدول ال 100 اللي بالجنرال اسمبلي بينقوا 4 يمثلوهم بالبورد اوف دايركتورز. يعني اللي بفهمه انه كل منطقه جغرافيه او دوله هي معنيه بانها تبعت المندوبين تبعينها لهذا المجموعه، واللي هي يعني الاعضاء اللي في الهيئه العامه للمجلس. نعم. هلا اللي من تركيا كتبوا 4. نعم، اذا اخذنا مثلا الاردن كمثال، الاردن فيها جمعيات كثير. اذا اشترك من الاردن خلينا نقول 10 جمعيات، حسب عدد الجمعيات بامكانه يكون في عندهم ممثلين او 3 او 4. فهدول العدد هذا كلياته 30 40 50 واحد بيكونوا موجودين ممثلين عن الاردن بالجنرال اسمبلي، اللي هو مثل البرلمان بدي اقول. ومن هدول بيرشحوا هن الاردن، بس الاردن بتنقي ممثلهم اللي بيمثلهم بالبورد اوف دايركتورز. دكتور، شو هي اولوياتكم؟ يعني شو على البرنامج تبعكم خلال المرحله القادمه؟ يعني اول مشروع بدكم تبلشوا فيه، يعني حطيتوه بعين الاعتبار وانه هذا الموضوع بدكم تحققوه خلال فتره زمنيه معينه. ما هي اولى الاولويات اللي ستبداون بها؟ اولى الاولويات تبعيتنا خاصه في السنه الاولى هي الاوتريتش، لانه مبدا انشاء السي ان اي اللي هو الائتلاف. الائتلاف الغايه منه بناء ائتلاف كبير فيه عدد كبير، فبدك تشرح للجمعيات اللي ما حضرت، اللي ما شاركت، افكار السي ان اي، ليش لازم تكون موجوده، ليش بدنا نشتغل مع بعض. فمحاوله raise awareness of the CNA، ما عرفت احكيها هي بالعربي، و كمان نتواصل مع الكك ولنطرح ونعرف عن السي ان اي. هذا اهم شيء. بضل بقول انا، مو بس انا يعني، عفوا قلت انا بس، كسي ار او وكسي ان اي، الكوميونيكيشن اللي هو التواصل والحوار، الاوتريتش، هذا جدا جدا مهم، لانه ما فيك تساوي شيء اذا ما تواصلت مع الناس. يعني انا قاعد لحالي محتفظ بافكاري او بكتبهم بكتاب او بكتبهم على الفيسبوك، هذا ما له كافي، لازم يكون في عندك طرف ثاني عم تتحاور معه، عم تشتغل معه. فالكوميونيكيشن والحوار شيء مهم جدا. الشيء الثاني اللي مثل ما قلت، احنا انشأنا السي ار او وبعدين اكتشفنا انه لسه بدنا شيء اكبر من السي ار او اللي هو الائتلاف. العمل لحالك ما بكفي، العمل بالجمعيات اللي هي لوكال ما بكفي، لازم يكون في تواصل، حوار مثل ما قلت، ولازم يكون في عندك collaboration on different projects. فاهم شغله بالنسبه لنا لسه قبل ما اطرح، يعني ما بدنا نحط احنا نقول هي هذا برنامج اطلقناه اليوم. قبل ما نطلق، برايي اهم برنامج حاليا واللي راح نشتغل عليه قبل ما نفوت باللونج تيرم فيجن، اللي هو التواصل و شرح ما هو السي ان اي، و دعوه اعضاء اكثر للسي ان اي. باعتقادنا هذا اهم خطوه حاليا. يعني هلا في بعض التوجهات اللي موجوده طبعا، يعني زي اي جسم جديد بينزل على الساحه او بيكون موجود بالساحه، راح يلاقي نوع من الانتقادات، وراح يلاقي نوع من التصدي للفكره، او ممكن جدا يكون في بعض التوجهات اللي بتفيدكم في بعض النقاط اللي تنبهكم على بعض المسارات اللي ممكن انها يتم تعديلها، وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي
يعني هي يبدو أنها سيف ذو حدين، قد تكون قادرة على إيصال الفكرة بطريقة إيجابية لأي جهة بتنتقدها، وقد تكون عم بتوصل الفكرة بطريقة محبطة لأي حركة أو تحرك عم بيصير فيه بالمجتمع الشركسي. فأين ترى مسؤولية الإعلام بالمجتمع الشركسي في توجهاته خلال الفترة القادمة؟ شو بتتمنى أنه يصير؟ بتمنى انه يكون في ناس كثير عم تساوي شيء مثلي عم تساويه دكتور باسل عبر نار تي في، انه تطرح الافكار، تتواصل مع الجميع، يكون في نوع من خليني اقول حوار الهادئ لطرح الافكار، يعني سواء بالسي ان اي او السي ار او. احنا دائما كنا ندعو الناس بفكره انه قبلاغي ويقوبش قزدح توا ويقوبش قزدح لازم يقوبش قزدي حجه bring your جيب افكارك معك، لانه مثل ما حكيت انت احتمال في شغلات مو خاطره على البال. يعني البني ادم يستفيد من الحوار بانه يشوف زوايا مختلفه، حلول مختلفه ما خاطره على البال. فكل ما كان عدد المشاركين اكثر كل ما اكيد وصلنا لحلول افضل. فهذا اللي بتمناه. بالنسبه للنقد، النقد شيء ضروري، لكن للنقد اسلوبه. للاسف طبعا ما فيك تعمل كنترول على النقد، ومو كل الناس قادره على ان تعمل نقد فعال وايجابي. في ناس بتنتقد بشكل سيء، بشكل جارح، بتنتقل كمان من المؤسسه للاشخاص نفسهم. فاكيد العمل العام، الشأن العام، الشغل فيه وجع راس وبيجي منه شغلات كثير. بنحاول احنا نستخلص الشغلات الايجابيه، والشغلات السلبيه بنحاول نتغاضى عنها. يعني شو بدك تساوي؟ تطلع تعمل مهاترات وصدام على السوشيال ميديا؟ مو اسلوبنا، لم يكن ولن يكون هذا اسلوبنا يعني. وهذا هو ما له اسلوب، لا ما بيوصل لنتيجه. بس بنحاول طبعا نستفيد من الشغلات الايجابيه. الشيء بتمناه انه الناس قبل ما تنتقد بتمنى انه تقرا، تتعرف، تشوف الادبيات، تعرف الاشخاص، وما تكون متسرعه. يعني انا لاحظت بعد الاجتماع او بعد كل اجتماع بنساويه او بعد كل مؤتمر بنساويه، وخاصه هذا اخر واحد اللي صار بالسنه، انه في كثير عالم طلعت وانتقدت خلال 24 ساعه و48 ساعه ما صح لها اصلا تقرا او تعرف شو هو السي ان اي او شو اهدافه او ليش عمل او ليش تاسس. والنقد لمجرد النقد ما فيه اي موضوعيه. يعني ما فيك تساوي شيء بهذا الموضوع. بس بتمنى اللي بالشأن الشركسي يكون صدره رحب ويقرا ويفكر قبل ما ينتقد ويحكي ويهاجم يعني. طبعا دكتور، يعني الناس يعني بالمجمل العام عندها استفسارات وعندها فضول وعندها شكوك للاشياء اللي ما بتعرفها، وهذا وضع طبيعي مش بس عندنا كشركس، يعني عند كل شعوب العالم. فالناس بتحب انها تسال وتستفسر، وبعتقد انه عندكم طولة البال، ويعني يفترض انه اي شخص بدخل في اطار العمل العام احدى السكيلز اللي عنده لازم تكون التصدي للجمهور او مواجهه الجمهور او مواجهه الاعلام. فاللي فعليا ما عنده طولة البال وما عنده القدره على انه يحتوي الجمهور بيكون يمكن كفاءاته ينقصها احدى السكيلز اللي مطلوبه. لا شك بانه مجتمعنا الشركسي خلال الفتره الماضيه الاعلام كان قاسي جدا على كافه الناس اللي اشتغلوا بالعمل العام. لا شك بانه كان في عدم انضباط في الاعلام، لدرجه انه كان بدل ما يتم مناقشه الفكره او الراي او الموضوع
كانت تتم مهاجمة الشخص بشكل قاسي، بشكل شخصي، وقضايا كثيرة كانت تكون شخصية. فقد يكون زي ما تفضلت لابد من وجود إعلام يكون إعلام موضوعي، إعلام قادر على أنه يفتح المجال لكافة أفراد المجتمع الشركسي بكل شفافية، لأنه هذا لمصلحتنا إحنا كمجتمع. مصلحتنا كمجتمع إنه نقعد ونحكي مع بعض بغض النظر عن الأفكار اللي عندي وعندك وعند غيرنا قديش ممكن تكون غريبة وعجيبة بس هذا كلياته عم بيفتح مجال للشخص اللي يحمل الفكرة الإيجابية، عم بيعطيه مجال إنه يسوق فكرته. لما واحد يحكي فكرة سلبية معناته أنا أعطوني مجال أحكي فكرتي، وهذا هو السر في الإعلام الناضج والموضوعي. فبتمنى على مشاهدين قناة نارت طبعا، وبشكرهم يعني فعلا، أنا بشكر كل مشاهدين قناة نارت. وأنا حكيت لك دكتور من البداية إنه فعليا إحنا عندنا بقناة نارت نوع من الأمان. مجموعة كبيرة من الناس اللي مهتمين بالشأن الشركسي بيتابعوا قناة نارت، ولكن والحق يقال ما عم بيصير في أي تجاوزات تتعدى على الأشخاص، تتعدى على أي شخص عم بيطرح فكرته. ونتمنى أن تبقى قناة نارت بهمة وبمساعدة وبدعم كافة الأشخاص اللي منتسبين إليها، لأنه هذا الموضوع مش موضوع شخص ولا موضوع فريق، هذا موضوع كافة المشاركين بقناة نارت. أنا بدي أشكرهم جميعا بهاي الوسيلة بمناسبة وجودي معك بهذا اللقاء الجميل، واللي أنا بعتبره الأساس فيه إنه إحنا نقدر نلتقي ونحكي بمنتهى الشفافية مع بعض بكافة الأمور اللي بنقدر نحكي فيها. دكتور، إحنا صار لنا ساعة هذه المقابلة عم نتحاور فيها، فمشان ننهي هذا الموضوع هل لديك كلمة أخيرة بتحب توجهها من خلال قناة نارت الشركسية؟ بالبداية حابب أشكرك على الفرصة دكتور باسل، أشكرك وأشكر نارت تي في، وبشكر الجمهور تبعك اللي أنت شكرته على تعامله الجميل مع القناة، لأنه هذا أكيد بيعطيك دافع للاستمرار كشخص، كدكتور باسل كشخص، وكنار تي في كقناة يعني. فشيء جميل انه يكون في عندك جمهور حضاري عم يعطيك هذا الدعم الايجابي، فشكرا للجميع. الشيء اللي حابب احكيه مو بس عن السي ان اي او عن السي ار او او بس عن باقي عن كل الجمعيات المهتمين بالشأن الشركسي من المجتمع الشركسي ما لهم كتار للاسف يعني. او خليني اعيد صياغه هذا الحكي، قد لا يكون مو المهتمين ولكن العاملين بالشأن الشركسي. طبعا صعوبات الحياه، يعني انا ما عم بلوم الناس اللي ما عم تشتغل، اللي عنده عائله، اللي عنده اولاد، اللي اقتصاديا لازم يشتغل عدد ساعات طويله الى اخره. ففي ليميتيشنز، في شغلات كثير بتسبب انه الواحد ما يحسن يخوض العمل الشركسي. لكن بالنسبه للناس اللي عم تخوض العمل الشركسي كلياتهم عم يشتغلوا از فالنتير، يعني عمل تطوعي بحت، عم ياخذ من وقتهم، الكادر تبعهم قليل، الفندنج تبعهم قليل. فانه البني ادم يتخيل انه بامكانهم يحلوا مشاكل كبيره ويكون معهم عصا سحريه ويعطوك نتائج مبهره is too much يعني. لازم نحكي لهم برايي، نتفهم وضعهم، نحكي لهم يعطيكم العافيه. طبعا نتمنى يعملوا شيء كثير، بس احتمال ما يطلع معهم كل شيء بتتامله. انا بشوف كثير تعليقات هون وهون، بتحس انه الشغلات اللي بيطلبوها ما بتنطلب من دوله مثلا بميزانيتها
بوزاراتها الى اخره. يعني لازم يكون في تفهم من المجتمع لقدرات هي الجمعيات وشو بيطلع بايدها. والشغله الثانيه بدعوا الناس اللي عندها القدره فنيا، مو شرط يكون ماديا، فنيا علميا الى اخره، تشارك، لانه مشاركتها لو كانت قليله عن جد بتساعد، وعن جد بامكانها ترفع من سويه الانجازات اللي مطلوبه من الجمعيات، واللي الجمعيات عم تحاول تشتغل عليها. بالختام شكرا لك مره ثانيه، وشكرا للقناه، وشكرا للمشاهدين. تسلم دكتور، شكرا. أعزائنا المشاهدين، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن طرح هذه الأسئلة يأتي من منطلق الحرص على المصلحة العامة وعلى حق مجتمعنا الشركسي في المعرفة وفي المساءلة، وبعيدا عن التخوين أو التصنيف المسبق الشخصي. الاختلاف في الرأي لا يفسد للقضية ود، بل قد يكون مدخلا لتصويب المسار وتعزيز الثقة وبناء عمل جماعي أكثر نضجا ووضوحا. نشكر الدكتور عرفان صوقار سطاش على سعة صدره، ونشكر جمهورنا على المتابعة، وإلى أن نلتقي بكم في حوار جديد من خلال قناة نارت الشركسية. نتمنى لكم ولأمتنا الشركسية سنة جديدة مليئة بالخير ومليئة بالبركة ومليئة بالسعادة. شكرا جزيلا دكتور، وشكرا جزيلا الحضور الكرام. شكرا.